بما اني راجل مؤمن بالفيزياء، فانا قررت اضحي بحياتي النهارده عشان اثبت قانون فيزيائي معين. وعشان تفهم القانون ده كويس تعال اقول لك حاجه الاول. لو جينا رمينا الكرة دي هيحصل لها انتقال للقوة وهترتفع لارتفاع معين، ولو جينا كررنا الرمية وجبنا كورة ليها نفس كتلتها وحطيناها تحتها، هنلاقي ان الكورة ارتفعت لنفس الارتفاع الاول، وده عشان اتنقلت لها قوة قريبة جدا من اللي اتنقلت ليها في الاول. ولكن لو جينا غيرنا الكرة اللي فوق بكرة اخف منها، هنلاقي ان الكرة طارت لبعيد جدا، وده بسبب ان الكرة الكبيرة نقلت لها قوة كبيرة جدا. ولكن لو جينا بدلناهم هنلاقي ان الكورة وقعت في مكانها، وده عشان الصغيرة ما كانتش قادرة تنقل لها اي قوة. والسؤال هنا ايه علاقه انتقال القوه باللي حصل لي اول الفيديو؟ هقول لك ان احنا طلعنا بقاعده مهمه جدا، ان لو في جسمين يخبطوا في بعض عشان يحصل انتقال للقوه بشكل كبير، يبقى لازم الجسم التقيل هو اللي يخبط الجسم الخفيف. والمبدا دوت لو استخدمناه مثلا على الازميل وخبطناه بحاجه خفيفه زي الخشبه دي، هتكون النتيجه ولا اي حاجه، تاثير خفيف جدا. ولكن لو عكسنا الوضع والازميل هو ضرب الخشبه دي، هتكون النتيجه يا راسي. ودلوقتي جه وقت المخاطره الحقيقيه.